يا هلا فيكم. اليوم رح نتكلم عن موضوع يمكن يكون شوي حساس، بس يمسنا كلنا: العلاقات. كيف نعرف أن علاقة معينة يمكن ما تكون هي الصح لنا؟ رح نشوف 3 علامات واضحة جدا ممكن تساعدنا في هالشي. كل قصة في حياتنا بتبدأ بنفس الطريقة تقريباً. شخص جديد يدخل عالمنا، ممكن يكون صديق، زميل أو شريك حياة. ومع الوقت بنلاقي نفسنا متمسكين بهؤلاء الأشخاص بقوة، نبني معاهم ذكريات ونشاركهم أحلامنا، ويصير وجودهم جزء أساسي من يومنا ومن إحساسنا بالأمان. لكن وهنا تجي النقطة الصعبة. الحقيقة اللي يمكن ما نحب نسمعها هي أن مو كل شخص يدخل حياتنا ونحبه مكتوب له يكمل معانا المشوار للأخير. أحياناً علاقات كانت بدايتها حلوة جداً تتحول لشيء تاني تماماً، شيء يمكن يكون مؤلم أو مرهق. طيب، السؤال هو كيف نميز هذه العلاقات؟ في 3 علامات واضحة جداً، لو شفناها ممكن تكون إشارة قوية إن هذه العلاقة يمكن ما تكون صحية لنا. خلونا نبدأ بأول علامة. العلامة الأولى: المجهود من طرف واحد، وهذه يمكن من أكتر العلامات اللي الواحد يحس فيها لما يكون كل شيء جاي من جهة واحدة بس. إحساس متعب جداً، صح؟ لما الواحد يحس إنه هو اللي دايماً يبادر، هو اللي يسأل، هو اللي يحاول يصلح الأمور، كأنه شايل العلاقة كلها لوحده. وهنا نشوف الفرق واضح في العلاقة اللي من طرف واحد، شخص واحد بس هو اللي يبادر ويحاول، بينما في العلاقة الصحية لا، الموضوع مختلف. المجهود متبادل والاهتمام والمسؤولية كمان. الفكرة مو مين يعطي أكتر، الفكرة إنه الاثنين عندهم نفس الرغبة إن العلاقة تستمر. طيب، نيجي الحين للعلامة الثانية، وهيدي تمشي عميق جواتنا: الشك في النفس. يعني العلاقة اللي المفروض تكون مصدر دعم وأمان تتحول وتصير هي نفسها السبب اللي يخلي الواحد يفقد ثقته بنفسه. وجود هالشخص يخلينا نسأل نفسنا دايماً: هل أنا كفاية؟ هل فيني شي غلط؟ وهذا الشك ما يجي من فراغ، يجي من تصرفات معينة، مثل التقليل من إنجازاتنا أو السخرية من أفكارنا، أو حتى مجرد تعليقات عابرة تخلينا نحس إننا أقل من غيرنا. وشوفوا المقارنة هنا كيف توضح كل شيء. الشخص الغلط يخلي الواحد يحس إنه أسوأ، يسلط الضوء على عيوبه، لكن الشخص الصح بالعكس تماماً، يخلينا نحس إننا أفضل، يساعدنا نكبر ونتطور. وبصراحة هذه هي الخلاصة: العلاقات الصحية تبني، ما تهدم. وبنوصل للعلامة الثالثة والأخيرة، واللي ممكن تكون أكبر إشارة من بينهم كلهم: الاستنزاف العاطفي. مر عليكم هالإحساس؟ إنكم تقابلون شخص معين وبدل ما تحسون بالطاقة والسعادة تحسون بإرهاق وتعب، كأن كل طاقتكم انسحبت منكم. اللقاء مع الشخص الخطأ يترك فينا إحساس بالضغط والاستنزاف، أما العلاقة الصح فتعطينا إحساس بالراحة والطاقة الإيجابية. هذا الإحساس بالتعب بعد كل مرة نتقابل فيها هو جرس إنذار كبير بيقول إنه في شيء مو صح. إذن بعد ما شفنا هذه العلامات ال3، وش الخلاصة؟ بكل بساطة، راحة البال أولاً. وهذا مو شيء سهل أبداً. يمكن يكون أصعب قرار ممكن ناخده هو إننا نبتعد عن شخص كنا متخيلين إنه بيكمل معانا للأبد. القرار هذا يحتاج شجاعة وقوة كبيرة، وهذه هي الحقيقة اللي لازم ما ننساها أبداً. سلامنا الداخلي وراحة بالنا أهم من أي علاقة. هذه أغلى شيء نملكه، وما فيه أي علاقة في الدنيا تستاهل إننا نضحي فيها. ونختم بهذا السؤال، سؤال يخلينا نفكر شوي. وسط كل محاولاتنا نحافظ على علاقاتنا مع الناس، وش هي أهم علاقة فعلاً تستاهل كل الحماية والاهتمام؟ يمكن الجواب أقرب بكثير مما نتخيل.